السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مروة أو مامة عدي. النهاردة يوم مختلف شوية وفيديو مختلف شوية، والنهاردة عيد ميلاد عدي. الحمد لله ربنا كرمني وعدينا أول سنة. هي أول وأصعب سنة، يعني طبعا هي لسه الموضوع صعب يعني، بس طبعا الحمد لله إن احنا عدينا مع بعض أول سنة اللي هي السهر والتعب. أنا النهاردة هحتفل له بحاجات بسيطة كده خالص. يعني محدش يعني كتير هيحضر، الأسرتين، أسرتي وأسرة باباه وإحنا بس كده. فعامله حاجه كده ديكوريشن على الخفيف. هوريكم ايه الحاجات اللي انا هعملها في العيد ميلاد، وهصور لكم بعد كمان معلق الديكور. في البدايه هوريكم الحاجه اللي عدي هيلبسها. الشوزه دي انا جبتها من شي ان. تمام، كنت طالباها. بصوا كده، دي كوتشي. بصراحة انا دخت على الكوتشي الابيض ده، ما لقيتهوش غير في شي ان. ده مقاس 3، اللي هو عمر من سنة لسنة ونص. يعني تقريبا 13 سنتي. بصراحة هو عنده حاجة زيه يعني، والشوزة دي حلوة جدا. تمام، هي كان سعرها 200 جنيه. وعندي ده الطقم اللي هو هيلبسه. تمام، ده كنت جايباه من ال سي وايكيكي. تمام اهو، شايفين؟ والبنطلون بتاعه هو طبعا عايز يتكوي لسه. هو لسه احنا لسه يعني الصبح لسه بجهز. تمام، وجبت له كمان، بصوا كده، انا جبت له برده الحماله دي برده من ال سي واي كيكي. تمام، كانت عامله 129 جنيه او 130 جنيه يعني. في البيبيونه دي عليها، بس البيبيونه دي زياده هتنفعني كده عموما في اي حاجه تانية، مش لازم يعني الطقم ده كده كده مش هتخسر يعني. فانا عجبتني يعني، قلت ان انا هستخدمها يعني بعد كده في حاجه تانية. بالنسبه طبعا هنخش بقى على الديكوريشن. اول حاجه عندي اللي هي الستاره. تمام، انا جبتها باللون الازرق عشان هو هيلبس ازرق وعشان هو ولد. هحط عليها كلمه هابي بيرث داي. هي كلمه هابي بيرث داي هي اوريدي اصلا عندي، هوريها لكم في الاخر. وجبت له البالونه دي اللي هي هابي بيرث داي، لونها برضو كحلي كده، بصراحه جميله. دي كانت ب9 جنيه، ودي الستاره الواحده كانت ب20 جنيه. جبت برضو يعني للأطفال لو حد هيجي أو كده. جبت يعني زمامير. وجبت كلمة هابي بيرث داي. تمام، هو ممكن يتصور بيها في ايده، ممكن نحطها في التورته. وجبت له رقم 1 طبعا. كان عندي اللي هي الروز واللبني دي، اللي هو الشرايط. تمام، وجبت الشرايط دي عشان تبقى انزلها من البالونات مختلفة شوية، وفيها جليتر برضو لونها حلو. جبتها زهري عشان تمشي مع الالوان يعني، الجو عموما. ويلكم بيبي دي كانت عندي من ايام الولاده، كانت موجوده اصلا عندي في المستشفى. كان المستشفى عاطينها لي هي، زي ما انتم شايفين الطول اللي هو اللبني ده. تقريبا دي كل الحاجات اللي انا جبتها. في حاجات عندي قديمه، زي مثلا هوريكم. زي الرقم ده كان عندي من ايام ما هو كان عنده شهر. هو قل شويه في الهواء. انا حطيت قلت اجرب قبل ما اشتري احط شاليمو في الجزئيه دي وانفخه تاني، فحطيت بصراحه واتنفخ زي ما انتم شايفين كانه جديد. فقلت خلاص انا مش محتاجه ان انا اشتري. الحيطه شايفين كده اللي هي هابي بيرث داي دي اصلا اوريدي كانت عندي، كانت من عيد ميلادي انا. انا شلت الجزئيه اللي فوق دي اللي على اليمين. حاولت ان انا افكه كده اشوف هيلزق على الحيطه ولا لا، بس بصراحه لقيته كويس ما لزقش. هابي بيرث دي بقالها تقريبا سنه، يعني تقريبا مش سنه اصلا، داخله على السنتين تقريبا، داخله على السنتين. برضو ممكن تتنفخ عادي يعني، لو حاجه مثلا الهواء قل فيها. يعني انا جربت ان هو الهواء لو قل فيها كده شويه، جربت ان انا احط شاليمو وانفخها. فبصراحه قلت لا مش هشتري طالما هي كده كده اوريدي موجوده عندي، وهي تمنها اصلا 50 جنيه. فقلت لا، اوفر واعمل حاجه تانية بال50 جنيه. انا تقريبا كده اعطيتكم كل الافكار اللي انا هعملها. هعمل الديكوريشن وارجع اصور لكم الديكوريشن في الاخر. كده الديكوريشن اهو بعد ما خلص. اول حاجه عندي الباب، وفي عندي بالونات في السقف اهو. تمام، حطيت هنا صور لابني بالشهور بتاعته، والناحيه التانية برضو نفس الكلام. بصوا كده اهو، نفس الكلام. وده شكل الديكوريشن بتاع الريسبشن. واحده واحده كده، يلا بينا. ده الهابي بيرث داي اللي انا قلت لكم عليه. انا فكيتها ونفختها وحطيتها تاني على الستاره الزهري. بصراحه اللون الزهري تحفه. وعندي هنا اهو برضو. انا يعني كده ان احنا لسه الصبح يعني، العيد ميلاد بالليل، فانا كنت بعمل الديكوريشن الصبح. بصوا كده البالونات اهي. دول 5 بالونات زرق و5 ذهبي، عملت لهم ماتشنج. حطيتهم في الاركان، في الركن ده والركن ده، وحطيتهم على الستاره بتاعه الطرقه.
عندي برضو اللي هي ويلكم بيبي دي، والجزء التول اللي انا قلت لكم عليها من ساعه الولاده انا كنت محتفظه بيها. لفيتها على الستاره وحطيتها كده تدي شكل في النص. بصوا كده المنظر، صراحه المنظر حلو قوي مع البالونات اللي هي في السقف. ما حاولتش احط بالونات في السقف كتير عشان يعني الدنيا تبقى هاديه شويه، ما يبقاش فيه بهرجه كتير. حطيت هنا بالونه هابي بيرث داي، وحطيت صور برضو لابني يعني في الشهور الاولانيه. انا كنت كل شهر بصوره يعني صوره وبحط مع رقم. انا صورت لغايه الشهر السادس، بس حصل لي ظروف بعد كده وما صورتش من بعديها. تمام. بصوا كده. هنا انا رفعت كل حاجه بس كده عشان الاطفال ما بيشدوا يعني. هنا ما فيش حاجه خالص على ترابيزه الصالون، الاطفال بتشد اي حاجه فيها صيني. دي العاب لابني، ودي صور انا هحطها على التورته، هوريها لكم كده. بصوا دي الظهر بتاعها، وانا لزقتها هنا بمسدس الشمع، وحطيت اللي هي الخله اللي احنا بنستخدمها في المطبخ عشان اغرزها كده في التورته. دي الصور الخاصه بيه. تمام. وهنا برضو حطيت يعني اللي هو الطراطير بتاعه العيد الميلاد. انا كنت انا جايبه حاجات بسيطه. دي الطراطير بتاعه عيد الميلاد، ده بتاع ابني وده بتاع اي حد بقى هيجي من الاطفال. وجاي والزمامير. انا كده تقريبا اعطيتكم الشكل كله. دي هدايا جات له، في هدايا جات له برده جوه من اهلي، جابوا له هدايا قبل العيد الميلاد. ده المنظر اهو من باب الشقه. الانوار مطفيه، بس ايه اللي شغالين هو حاليا الاباليك كده لما بشغل الانوار، والنجفتين برضو التانيين مطفيين. هوريهم لكم دلوقتي. بصوا كده المنظر. بصوا الشكل اهو. وده رقم 1 اللي على الكرسي الاسود ده رقم 1. انا سايباه بس عشان هو يتصور بيه في الاخر. شايفين ده المنظر كده اللي هو اول ما حد يخش كده، ده المنظر اللي هو ديكور بسيط يعني افكاره بصراحه بسيطه، ما كلفنيش كتير. لو في اي استفسار ليكم اكتبوا لي في الكومنتات وانا هرد عليكم لو حاجه مش عارفين تعملوها. تمام. انا طبعت ال10 صور ب40 جنيه. تمام. طبعت 10 صور لابني. احنا اصلا كنا بنشغله بنصوره على الموبايل. دي برضو حاجات انا هستخدمها في عيد الميلاد، فحطيتها كده مؤقتا. بس انا كده خلصت الديكور. احنا لسه الصبح بدري. خلصت الديكور بتاع عيد الميلاد، وهبدا بقى اعمل الغدا واوضب ابني علشان ابدا استقبل بقى يعني الضيوف. لو عجبكم الديكوريشن اكتبوا لي في الكومنتات وشجعوني، عشان انا مروه مامة عدي، وده طبعا اول عيد ميلاد لابني، وحاجه تفرحني ان انتوا تكونوا اتفرجتوا على الفيديو ده. ميرسي ليكم ولوقتكم، يا ريت اكون فدتكم.